السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أهلا وسهلا. راكم مع قناة أم شمس. مرحبا بالجميع. اليوم كالعادة جبت لكم بطاطا معسلة وبنينة، تقطر بالبنة، يعني سهلة، ما فيهاش حوايج بزاف، سهلة مهن نوجدوها في هذه السخانة هذه، ما تشدش الوقت. يلا نروحوا نبداو بسم الله، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ونبداو في مقادير تاعنا. في بداية نجيبوا الكوكوطة تاعنا، نديروا فيها حوالي 3 مغارف زيت هكذا، ونجيبوا طرف تاع دجاج، كل وحده واش عندها دجاج، اللي تحب دير زدر، تحب دير كويس، كل واحد. انا هنا درت شويه كراكاس فقط، يعني مش بزاف، حاجه غير قليله. المهم هي تطلق البنه تاعها وفريت هذا مكان. نحطها نديرها في طنجره في الكوكوطه تاعنا، ونحط نخليه يتقلى ذاك الدجاج تاعنا، ونجيب من جهه واحده اخرى نحطه فوق النار يتقلى كما قلت لكم. نجيب من جهه اخرى نجيب الاشوار تاعنا، نقطع فيه حبه بصله وزوج ولا 3 سنات ثوم ونص حبه طماطم، نقطعهم قطع عشوائي فقط، يعني هكذاك عشوائيا، نحطك شريحه نرحيهم، نقطعهم كما قلت لكم قطع عشوائيا نرحيهم، بما ان هذيك الدجاج تاعنا راه يتقلى، لازم نتقليوه مليح بيتق البنه تاعو في هذاك الزيت. نرحي داك البصله والثوم والطماطم تاعنا، نرحيهم مليح هاكم كما تشوفوا. تلاحظوا نحيناهم مليح. نجيب الطنجره تاعنا او الكوكوطه تاعنا اللي كان قلينا داك الدجاج، راكم تلاحظوا فيها الدجاج تاعنا مازال يغلي في هذاك الزيت، نحركوا شويه ونلوح هذيك البصله وهذيك الطماطم وهذاك، ونخليهم يتقلاو شويه ثاني، نرجعهم يتقلاو تتقلى هذيك البصل هذاك والطماطم يتقلاو مليح مع داك الدجاج، نرجعوه للنار فوق النار تاعنا، نرجعوه يتقلى مليح. وهنا السر تاع البنه تاعها هو التقليه، يعني قد ما نقلي ولا هذه المواد يعني تجي الماكله تاعنا بنينه. هنا نديروا التوابل، نجيبوا التوابل تاعنا، هي ملح، راس حانوت وكزبر وفلفل راس حانوت وفلفل احمر، عفوا فلفل الاسود، وشويه كركم. هنا ما نكثوش توابل بزاف، انا درت هنايا الامان درت شويه توابل تاع شاورما، درت هنا توابل تاع دجاج او تاع شاورما. هاي بعد ما قلت مليح هنا نوليو نمرقوا نلوح هنايا المعدنوس تاعي، حوالي نص ربطة هكذا تاع معدنوس، نقطعها قطع رقيقة بعد ما نظفناها طبعا، ونمرقوا الكوكوطة تاعنا، نمرقوها حتى يتغطى ذاك اللحم تاعنا. نمرقوها بالماء، ماء عادي، انا نمرق بالماء العادي، كاين اللي يدير الماء الحال السخون، انا ندير ماء عادي، يعني كما راكم تلاحظوا نمرقها حتى يتغطى اللحم تاعنا، ونسكروا عليها الكوكوطة، ونخليه حتى يطيب الدجاج تاعنا حوالي 20 دقيقة، ربع ساعة، 20 دقيقة يطيب الدجاج. يعني الدجاج ما عندوش يعني الروح يتمتم يزرب يطيب، يعني نخليها تغلي حتى طيب مليح. من جهه واحده اخرى نجيب هنا 3 حبات بطاطا، بعد ما نقيتهم وقشرتهم ولازم نقطعهم هنا قطع تاع دوائر، نقطعهم قطع دوائر. هنا ما يكونوش رقاق بزاف وما يكونوش خشام بزاف، يعني يكونوا مليح فقط، ما يكونوش رقاق ماشي تاع قليان، وما يكونوش خشان باش ما يبطاوش عينا في الطياب. هاكم تلاحظوا فين كيف راهي هذا السمك تاعهم، هذا هو السمك تاعهم. هنا يكون هذيك الدجاج تاعنا يكون طاب، وتكون المرقه تاع ذاك المرقه تاعو نقصت حادث غير شويه كما راكم تلاحظوا. بعد 20 دقيقه يعني نحي ذاك، نلوح هذيك البطاطا في هذيك الكوكوطه، ونسويها مليح في الكوكوطه تاعنا، نسويوها
مليح من هنا نعدلوها يعني كما راكم تلاحظوا، نعدلوها مليح باه تدخل هذيك البطاطا كامله، تدخل وتشرب هذاك الصوص، هذيك الصوص تاع اللي رانا دايرينها لهذاك الدجاج. ندخلوها مليح حتى تدخل هذيك البطاطا كامله، تدخل لنا في ذاك لاصوص. نعدلوها مليح ونسويوها مليح. وهنايا لكن شفت المرقه تاعك جاتك سواسوه ما تزيديش. انا هنايا زدت لها حوالي نص كاس ماء، ما كي طيب اللي يجيني قد يعني. وناخذ دائما ونغلق الكوكوطه تاعنا، نغلق عليها البطاطا كما نعرفها راهي ما تحكمش يعني، ما تشدش الوقت، ما تقبش. حوالي 10 دقائق على 10 دقائق الى قل من 15 دقيقه يعني تكون البطاطا واجده يعني. هنا البطاطا سيرتو هذه البطاطا البيضاء يعني ما تحكمش الطياب بزاف، مش كيما البطاطا الحمراء. البطاطا الحمراء شويه تشد الطياب، مي هذه البطاطا البيضاء ثم الطيب يعني. كما قلت لكم نحطها نخليها حوالي من 10 دقائق حتى 13 دقيقه 14 دقيقه لا اكثر. هاكم تشوفوا كما راني حليت عليها. هاي تشوف نشفت، بقات فيها شما كان شويه، حوالي شما كان مرقه يعني، ما فيهاش بزاف عندي حوالي نص كاس مرقه هكذاك تبقى فيها. هنا نحيو الدجاج تاعنا، نحيو الدجاج كما راكم تلاحظون. حبوا بتحبتي ما تنسونيش بالاشتراك، واللي مش مشتركه تشترك وتضغط على زر الجرس باش يلحقها كل جديد. وشكرا وبارك الله في الجميع. هنا نجيب البول تاعنا او الغرفيه تاعنا تاع الشوربه، نديو شويه مرقه من هذيك المرقه تاع البطاطا، مش بزاف، نديو حوالي 2 مغارف هكذاك، 2 مغارف او 3 مغارف كبار، نديو حوالي 2 مغارف. ونحط البطاطا تاعنا بجهه كما راكم تلاحظوا، نحطها بجهه، ونجيبوا هذيك المرقه تاعنا ونديروا لها الفرماج. نجيبوا له هنا فرماج رابي. هذا الفرماج انا خدمته في المنزل. انا دائما الفرماج يعني نخدمه، ما نشريهش. الحليب تاع 25% وانتي خادمه به واش حبيتي، والله تخدمي كميه كبيره ويجيك بنين والله غير احسن من تاع المحلات يعني. هاي عندي الطريقه تاعو، هي ثم في القناه، اللي يحب يشوفها يتفضل يشوفها. وشكرا وبارك الله فيكم. نضرب هذيك الصوص اللي نحيتها مع هذاك الفرماج، نضربها مليح. وهنا الامانه زدت شويه حليب، مش بزاف، زدت حوالي 2 مغارف او 3 حليب فقط نزدتهم فيها. نفرغ هنا هذاك الدجاج بعد ما فتته، الدجاج تاعنا بعد ما فتته نفرغوا فوق هذيك البطاطا، ونصبوا فوق هذيك البطاطا تاعنا. هنا اللي حب يدير الدجاج يدير، واللي يحب ما يديرش يعني تجي والله تجي معسله وبنينه، تجي بلا دجاج تجي بنينه ثاني. تحبي ما ديرش الدجاج يعني ما ديرش الدجاج يعني، يبقى اختياري دائما. كما راكم تلاحظوا هاي هنايا درت جاتني شويه عاقده مع ذاك الفرماج اللي درت شويه عاقده، زدت لها شويه حوالي 2 مغارف حليب. نخلط دائما، نمزج دائما مليح نخلط هذيك لاباراي اللي درناها، ونصبوها فوق البطاطا هذه، فوق هذيك البطاطا وهذاك الدجاج نصبوها فوقهم كما راكم تلاحظوا. نصبوها فوقهم، نصبوها فوقهم ونسويوها مليح، ونعدلوها ونحركوها هكذا بالكوكوطه، تحركي هكذا بالكوكوطه فقط ومن بعد نحطوها نرجعوها فوق النار، نرجعوها فوق النار حوالي 5 دقائق هكذاك. هنا باش تتجمر فقط، تتجمر داك البن تاعو، هذاك الفرماج اللي درناه فقط، ما فيها لا بيض لا والو. هاكم تلاحظوا في هذه هي الطاجين تاعنا هو طايب. ممكن نسربيوه او نقدموه ونحطوه في الطبسي تاعنا او في الصحن
يعني صدقوني يعني طبق يعني بنين 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 يعني والله بنين هايل يعني. تحبي ما ديرش حتى اللحم، ما ديرش فيه اللحم، تجيب بطاطا هكذاك معسله بالفرماج، تجي روعه روعه. بما اننا في هذا الصيف والسخانه، في الصيف والسخانه نديرو حوايج خفاف، حوايج ساهلين ما يشدوش الوقت ويتكلوا في نفس الوقت. هنا يزينوها بشويه معدنوس. هاي الطبق تاعنا او البطاطا تاعنا جاهزه كما راكم تلاحظوا. هاهي وقد ما نقولكم يعني بنينه قليل يعني، والله جربوها وتشوفوا، جربوها وردوا الخبر. بعد حبيت ما تنساوش تلوضوا على هذاك الاصبع، هذاك الجانب يلحق اكبر البرتاج للمشاهدين الكرام. شاهدكم في الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.